السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة بقى مش هناكلها النهاردة، احنا هنلعب بيها بناء عن طلب بقى ليلي، او على حبة بقى ان اولادنا حاجة يلعبوا بيها يتلوا فيها. هنعمل النهاردة الصلصال الطبي او الصحي لاولادنا، او البنجو، بثلاث مكونات موجودة عندنا في البيت وكله في الخلاط. مش تاخد مننا وقت ومخدتش مننا، مش مكلفة بجد. لو حسبت التكلفة بتاعتها ما تيجي اقل جدا من ربع التكلفة اللي انت بتشتريها منها. بس حاجة صحية لاولادنا، لو حطوها في بقهم او استخدموها حاجة مفيدة جدا. عملت منه اشكال زي ما انتم شايفين واستخدمته بجد، كان رائع جدا جدا وما كلفنيش اي حاجه خالص. ويلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. لو اول مره تشوفي قناتي، معاكم ولاء الزهري. ولو عجبك الفيديو وعجبك محتوى قناتي، يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا عشان نشوف وصفتنا بسرعة دي عملت ازاي بأسهل وقت، وأولادنا هيعملوها معانا بجد تحفة. يلا بينا. النهاردة مكوناتي سهلة وكلها هشتغلها في الخلاط ان شاء الله. انا معايا كوباية من الملح، هنزل عليهم بكوبايتين من المية الدافية. انا حبيت ان تكون دافية عشان تدوب الملح بسهولة. طبعا اهم حاجة في وصفتنا ان الملح لازم يكون دايب كويس جدا عشان ما يطلعش في قلب الصلصال بتاعنا يبقى عامل حبيبات بالمنظر ده. انا عاير كله بنفس مقدار الكوباية اللي انا مستخدماها. حطيت الكوبايتين من المية الدافية على الملح بتاعي، واحط عليهم كمان 4 معالق من الخل، وهضرب كويس جدا في الخلاط لمدة دقيقة 2 3. اريح شوية واشتغل لحد ما اتأكد الملح بتاعي داب خالص معايا. الملح داب معايا زي ما انتم شايفين مع المية. هبتدي انزل عليه بكوبايتين من الدقيق، اي نوع دقيق موجود عندك في البيت. يبقى انا حطيت كوبايه من الملح، كوبايتين من الميه، 4 معالق من الخل، كوبايتين من الدقيق. واحط كمان 4 معالق من الزيت، اي نوع زيت نباتي عندك تقدري تستخدميه. هبتدي احطه وهضرب مكوناتي دي في الخلاط كويس جدا جدا لحد ما تتجانس معايا. بدل ما اقلب ممكن تقدري تقلبي بمضرب السلك عادي، بس بصراحه الخلاط ما تعبنيش وعمل مكوناتي بسرعه بسهوله جدا. زي ما انتم شايفين مكوناتي اتضربت في الخلاط بكل سهوله، شبه البانكيك كده، او او الكريب زي ما انتم شايفين. هنزل بالمقدار بتاعي كله في قلب حله كده عشان نكمل بقيه التسويه بتاعه المكونات بتاعتنا. طبعا ما تخافيش، هو سايل معاكي، اول ما هيبتدي يتحط على النار هيربط معانا كويس جدا. وزي ما انتم شايفين طبعا انا حطيت على النار على نار متوسطه، وطبعا ايديكي ما تتشالش منها خالص، هفضل اقلب تقليب مستمر عشان خاطر هتلاقيه بسرعه مسك. اول ما تحسي بالنار هبتدي يعمل كتل كده ويتماسك معاكي. هبتدي اقلب كويس جدا، وهبتدي استعين كمان بالمضرب السلك اسهل لي كمان، وابتدي اقلب على طول ايديا ما تتشالش منه. شايفين ابتدى يطلع من الكتل ازاي معايا. هبتدي اقلب كده عشان ما يبقاش حته وحته، تقليب مستمر معاكي لحد ما يبقى جاهز معانا. وطبعا في مكون فاضل بس مش هنحطه دلوقتي، ده اللي هيدينا بجد نفس الريحه ونفس بالظبط البينجو او الجاهز معانا. شايفين تماسك معايا ازاي؟ وطيت النار بقى خالص وابتدي احط المكون الاخير معايا. ده عبارة عن زيت ورد، بيديله ريحة حلوة جدا. هحط معلقة كبيرة منه. لو مش متاح عندك زيت الورد تقدري تحطي فانيليا او تحطي اي ريحة موجودة عندك موجودة تديها ريحة حلوة. بس طبعا ما تحطيش اي ريحه للحاجه بيحبوها زي مثلا ريحه الموز او البرتقال فراوله، الحاجات اللي بيحبوها عشان ما ياكلوهاش. حتى لو حطوه بقهم مكونات كلها معايا صحيه معايا، مفيش منها اي ضرر. شايفين معايا ابتدى يتماسك ازاي؟ طبعا هبتدي اقلب كده على النار لمده اقل من دقيقه. ابتدى يتماسك معايا بالمنظر ده. هبتدي اقلب فيه لحد ما يبرد عشان اعرف اشكل معاه والونه معايا. حطيته على الرخامه وفضلت اقلب كده واعجن فيه. وطبعا انا معايا الالوان الصحيه او الوان الحلويات اللي انا بستخدمها في مطبخي او في حلوياتي. طبعا انا هقولك لو انت مش موجوده عندك الالوان دي تقدري تستخدمي الوان ايه. انا كل الالوان معايا، جبت القطعه بتاعتي وهبتدي اقسم على حسب الالوان اللي انت بتحبيها او اولادك بيحبوها. قلبت لحد ما ابتدت تبرد كده معايا، وجبت الالوان الصحيه. طبعا الالوان دي بتتباع في محلات خامات الحلويات معايا. هبتدي قسمت العجينه بتاعتي لقطع كده على حسب الالوان معايا. هسيب جزء ابيض زي ما هو، والاجزاء التانية هلونها بالالوان. طبعا انا لبست الجلافز عشان خاطر ايديا ما تتوسخش. وابتدي احط
الدرجات نقط كده لحد ما تديني الدرجه اللي انا عايزاها. بس خلي بالكم عشان انت لما بتحطيها وبعد شويه بتسيبيها لونها بيغمق، فانت تعملي افتح من اللي انت عايزاه، لان مع الوقت لونه بيغمق تاني. طبعا الجلافز مضايقني، انا بصراحه هقلعه وهقول لكم انا استخدم ايه تاني، لان كنت محتاجه الجلافز عشان خايفه الالوان تمسك في ايديا وتخش في بعضها. بفضل اعجن العجينه كده لحد ما اللون يتداخل مع العجينه بتاعتي. ابتديت بص زي ما انتم شايفين لونت كل الواني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده وحطيته في كيسه، وابتديت كده احط اخر لون كده لون الاسود، وجبت الشياله بتاعه المطبخ بتاعتي وعلى الرخامه وقعدت اقلب كده بيها لحد ما دخل في قلب العجينه بتاعتي. وبعد كده ابتديت اكمل بايديا. لما اتاكدت ان اللون دخل في العجينه اشتغلت بايديا، فايديا ما توسختش ولا اللون طلع كمان في ايديا. بحط نقطتين بنقطتين كده لحد ما يديني الدرجه اللي انت حباها واللي انت عايزاها. قلبت بالمنظر ده وابتدي لحد ما تتجانس معايا اللون كويس جدا ودخل في العجينه، يبقى كده خلاص. انا كمان هقولك لو انت مش عندك الالوان الموجوده دي تقدري تستخدمي الوان طبيعيه. يعني مثلا اللون الاحمر تقدري تجيبي بنجر وتسلقيه وتاخدي قطعه منه، او تاخدي ميه البنجر وتضربيها في الخلاط. بس طبعا كل لون من ده هتعمليه لوحده. انا كده استسهلت ان انا عملت عجينه واحده وقسمتها. لو انت طبعا زي ما قلت لك هتعملي ربع المقدار الكميه او نص المقدار حسب اللون انت عايزاه، هتحطي الاصفر محتاج كركم، تحطي كركم مع الميه في الخلاط وانت بتضربيها وتبتدي تسويها. البنجر هتضربيه في الخلاط معاه وتسويه لوحده. الاخضر مثلا سبانخ او اي خضره وتعمليها معاكي وتسويها لوحدها. بس طبعا الحاجات دي عشان فيها خضروات وفواكه هتبقى مده صلاحيتها مش كتير، ممكن تعمل ريحه وتعفن معاكي. بس انا اديتك بدايل لاولادك ممكن يقدروا يلعبوا بيها. زي ما انتم شايفين القوام معاكم عامل ازاي. طبعا وانتي بتعجنيه تقدري مثلا لو حسيتي ان هو بيلزق ممكن تحطي نقطه زيت بالظبط على ايديكي وتعمليها. حسيتي ان هي سايله معاكي شويه ممكن تحطي رشه دقيق معاكي. شايفين القوام بتاعه بيجي ازاي. انا طبعا عملت من الالوان الاساسيه ومنها عملت الالوان الفرعيه وزودت الالوان بتاعتي. يعني مثلا عملت الموف، حطيت الاحمر على الازرق اداني موف. حطيت دخلت الالوان في بعضها. طبعا تفريعه الالوان دي كلنا عارفينها. الاصفر بيبقى الاساسي، الاورنج مثلا عملت الاصفر على الاحمر يداني اللون الاورنج. لونت وعملت الدرجات زي ما انتم شايفين منها وسبتها ارتاحت شويه واشتغلت منها الاشكال اللي انتم شايفينها. طبعا الاورنج لما جيت اعمله زودت اللون الاصفر على الاحمر، فاداني الاورنج معايا بالمنظر ده فسال معايا. فعشان اجمده تاني واخليه يبقى طري معايا زودت دقيق زي ما اتفقت معاكم. حسيت ان هو ملزق نقطه زيت واحده بس، حسيت ان هو سال معاكي معلقه دقيق وهيبقى متماسك معاكي بالمنظر ده. تقدري تحتفظي فيه بقى ببرطمانات في اكياس عشان ما ينشفش معاكي ويقعد فتره معاكي طويله جدا. انا عملت منه الاشكال اللي انتوا شفتوها الحلوه دي. لو حابين تعرفوا الاشكال ازاي قولوا لي ازاي، يعني اطلبوها مني. لو حابين اعمل لكم الاشكال الجميله دي اعملها لكم، سواء بقى بعجينه السكر او بالصلصال، واحتفظت ببرطمانات. حطيها بقى في اكياس في برطمانات، المهم تحطيها في حاجه مغلقه عشان ما تنشفش معاكي. وجهزت كل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا وصفه سريعه وسهله كده بجد، كانت جميله جدا لاولادنا وبيتي فرحت بيها. انا بصراحه اللي فرحت بيها اكتر منها لان انا بحب الشغل الجميل ده قوي. بص شغل كيوت وحاجات كده وعملت بيبي صغير بيها. بجد وصفه حلوه جدا وهتعجب اولادك وموفره جدا جدا جدا، وحاجه جميله كده لاولادنا ومكونات صحيه موجوده عندنا في كل بيت وما خدتش وقت. يا رب تكون وصفة النهارده عجبتك. ولو عجبتك ما تنسينيش بقى في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك وتعليقك الجميل اللي بيسعدني. ومستنيه تقولوا بقى رايكم في وصفة النهارده في تطبيقاتكم كمان. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنه في رعاية الله وحفظه حبايبي. مع السلامة.